في زابينج التاسعة مساء. نبدأ بعض الزملاء الإعلاميين واللي يحاولوا في كل مرة يتدخلوا في مسائل وتحاليل خاطئة. وما هو صحيح اليوم قد نجد له علة في المستقبل. أعطيني آية في كتاب الله اللي يقول لك صلاة الظهر 4 ركعات. جاوبني نسمع فيك أنا. بتحط نفسك في مواقف بايخة. نحب نستشهد لهنا بقولة لتشي جيفارا، أنا لا أوافق على ما تقول ولكني سأقف حد الموت في سبيل أن تقول ما تريد. تشي جيفارا؟ قال فولتير جيفارا. بتحط نفسك في مواقف بايخة. نمروا للتيوب نتاع الايامات واللي خذا سوكسي كبير في البرامج والمسلسلات البوليسيه. Schon gut, das ist alles vorüber hier. Das haben ihre Sachen. اتضح لي الدم على السروال هو من نفس فصيلة دم الضحية. نتعداو للشأن اللي يشغل بال التوانسه هالايامات وهو تتالي عمليات الاغتصاب وتنوعها. واخيرا في القروان من طرف زوز مجرمين واحد منهم مازال كي خرج من الحبس. جرائم تتزامن مع بعض الفتاوي اللي ما تطمنش. المراهق الوسيم لابد أن نعرف أن للعلماء فتاوى في تحريم الخلوة بالشاب الوسيم. كل واحد يخلي باله من غريبه. لو قابلت يعني شاب وسيم واختليت فيه بيصير كارثة. أي واحد لغريبه هتروح منه، أنا ماليش دعوة. رينا الأسبوع هذا زاد اجتماع الزعماء العرب في قمة جديدة ما كانتش مختلفة ياسر على سابقاتها في معالجة قضايا الأمة. ولينا بعض التوانسة رجال يغيروا من جمعية ثمان ويعبروا بطريقتهم على جسدهم. الحسيل وضعيتنا وحالتنا هالايامات كما قالها المواطن الشقيق من زيمبابوي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.